ازيكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة أنا قاعد لوحدي، العيال عند ستهم، حاجة راحت عند مامتها، وقاعد بقى في هدوء والدنيا جميلة وبدون إزعاج وبدون أي شيء. بصراحة أنا مكلتش حاجة من الصبح، مفطرتش، ومن امبارح أخدت اللقاح بتاع كورونا أنا والحاج. الحاج الحمد لله ما أثرش فيها، بس أنا تعبت جدا. فأخدت أجازة النهاردة من شغلي، تقريبا طول النهار شبه نايم يعني. فلقيت نفسي جعان، ابتديت افوق شويه، فقلت اعمل لقمه خفيفه كده. عملت حواوشي، شويه سلطه وشويه طحينه، وقلت اكل معاكم واتكلم معاكم، ويا رب يبقى الفيديو يعجبكم يعني. اتفضلوا معانا، انا مش عايز اطول عليكم. اتفضلوا معانا ناكل مع بعض ونتكلم برضو يعني وندردش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، تسلم ايديك يا محمد. انا احلى اكله بعملها بقعد لوحدي كده بمزاج وقاعد افنن فيها. بس بجد لا، الحوش طالع حلو، حلو قوي. بس هو العيش طبعا بتاع مصر صغير قوي، ما اعرفش ليه كده. هيبقى عاملينه على الجريلا. عايز اقول لكم مثل بس عجبني قوي بصراحه. بيقولوا دايما هنا في مصر او في عموما في العالم العربي، بيقول لك دايما ورجعت ريمه لعادتها القديمه. طبعا لما بحثت اكتشفت ان هي ما اسمهاش ريمه، اسمها حليمه. والمثل بيقول رجعت حليمه لعادتها القديمه. حليمه دي كانت بنت عايشه في الجاهليه من عيله فقيره، وكان عندها طبع غريب جدا، هو طبع البخل. كانت بخيله جدا. اتجوزت واحد، الراجل دوت كان من الشعراء الجاهليين، وكان بيتسم بالكرم، الطيبة والرحمة، وكان من الناس الكويسة قوي. بعد الجواز فلقى ان حليمة عندها طبع غريب قوي، هو طبع البخل. فبدأ يعني يكلمها فيه وبتاع، لدرجة ان البخل بتاعها وصل ان هي كانت بخيلة في السمنة اللي بتحطها في الاكل، وبخيلة في الاكل. فبدأ يكلمها وبدأ يعني يحاول يغير من طبعها، بس للأسف فشل. فقال يعمل عليها حيلة كده عشان تبتدي تغير من طبعها يعني. فقال لها انت عارفة ان الستات القدام في الزمن القديم كانوا بيزودوا السمنة في الاكل علشان يطول عمرهم. فطبعا لما قال لها الكلام دوت هي اقتنعت بيه وبدأت تعمله فعلا، وبدأت تغير من طبعها وتزود السمنة في الأكل عشان يطول عمرها. بعد فترة ربنا رزقهم بولد، وخلاص هي بدأت بقى تاخد طبع جوزها وطبع الكرم وكده. المهم في يوم من الأيام الولد ده مات. فحليمة كرهت الدنيا وكرهت الحياة وبقت عايزة تتخلص من حياتها، فبدأت ترجع لعادتها القديمة، إن هي تقلل السمنة في الأكل. بتقلل السمنة في الأكل مش عشان طبع البخل تاني، لأ، علشان ما يطولش عمرها، فبالتالي تموت بسرعة وتلتقي بابنها. ففضلت على الوضع ده فترة. فهنا اتقالت المقولة رجعت حليمة لعادتها القديمة. والمثل ده برضه أو المقولة دي اتقالت في دول الخليج كمان. زمان كان في واحدة اسمها حليمة برضه، وكانت راعية غنم. فكانت الست دي كل يوم تقعد تصوت وتصرخ طول النهار. وفجأة سكتت، قعدت يومين محدش سمع لها صوت، محدش، لأن هم افتكروها ماتت أو سابت المكان مثلا أو مشيت أو كده. بعد ما مر اليومين دول لقوها برضه رجعت تاني تصرخ وتصوت. ومن هنا برضه جت مقولة رجعت حليمة لعادتها القديمة. يا رب المثل يكون عجبكم،
ويا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه. انا شخصيا عجبني وانا ببحث في اصل الامثال، فحبيت اشارككم معايا المعلومه يعني. فيا رب تكون عجبكم. بس انا معاك طحينه، انا بقى احسن واحد يعمل طحينه. انا من عشاق الطحينه. انا بصراحه كنت هعمل اللحمه المفرومه دي كفته، بس ما لقيتش عندي فحم. وانا بحب الكفته يعني، انا بعملها في الفرن واطفي فيها فحمايه، فبتبقى كانها مشويه على الفحم بالظبط. فما لقيتش عندي فحم بصراحه، ما كنتش قادر انزل تاني اجيب فحم يعني. فقلت اعملها حواوشي بقى. في الاخر هي لقمه يعني. انا بصراحه لما بقعد لوحدي ممكن اكل اي حاجه، ممكن اقلي بيضتين واكلهم، ما عنديش مشكله. بس عشان ما اكلتش من الصبح حبيت اكل يعني حاجه ترم عظمي زي ما بيقولوا كده في البلد. بس حمص صالح حلو. ايه التوابل كمان كده تقريبا الحاجه جايباها جديده ولا ايه؟ انا اول مره اشوفها، بس مديها طعم حلو قوي للحواوشي. ما اعرفش بقى دي توابل ايه بصراحه، انا حطيت منها وخلاص. احنا لما بنعمل حتى الكفته او الحواوشي او الحاجه دي ما بنكترش البصل والكلام ده عشان تبان طعم اللحمه يعني. التوابل حتى بتبقى قليله عشان طعم اللحمه يبان. طبعا انا بتابع قنوات تانية على فكره، قنوات اليوتيوب والناس اليوتيوبر يعني. لقيت ضجه كده معموله على مطعم حمدي وفاء. ان الاسعار اوفر قوي بالنسبه لكميات الاكل وان هو مطعم للاغنياء فقط، الناس اللي معاها فلوس فقط. الكلام دوت طبعا انا مجربتش بصراحه، انا كل الحاجات دي انا ريفيوهات بشوفها، ومش عارف بصراحه الحقيقه فين. بس اللي انا شفته ان فعلا الاسعار مبالغ فيها قوي بالنسبه للكميات. مش كل الاكل عندهم حلو، ده كلام الناس على فكره، سواء يوتيوبر او ناس عاديه يعني راح اتكلم هناك يعني. مش عارف هل دي حقيقه ولا الناس مثلا بتبالغ. في ناس شكرت في الاكل كتير، شايفه ان الاسعار مناسبه. لو حد جرب المطعم يا جماعه او يعرف حد جرب المطعم يقول لنا يعني الوضع ايه. عرفت كمان ان هم منعوا تصوير دلوقتي في المطعم، معرفش ليه. يعني ناس كتير بتحب تصور في الحاجات ديت في المطاعم ديت يعني، ايا كان على فكره ان هي مطاعم مشهوره او عاديه، بس في ناس عندها حب التصوير حتى هم مش يوتيوبر ولا حاجه. بس هو بيبقى بيصورها للذكرى يعني، ان هو راح المطعم الفلاني او راح مطعم حد مشهور او. عرفت ان هم كمان منعوا التصوير، مش عارف ليه يعني. انا واحد من متابعين حمدي وفاء على فكره، بحب طريقتهم بحب اسلوبهم يعني. بس مش عارف يعني، انا حاسس ان الموضوع اتغير من ساعه ما بدأ موضوع المطعم ده. الله اعلم، طبعا ربنا يزيدهم يعني وربنا يكرمهم ويوفقهم ويكرم اي حد على فكره. اي واحد بيجتهد وبيسعى
ربنا ما بيضيعش تعبه يعني، ايا كان على فكره نوع التعب او المجهود اللي هو بيبذله في اي مجال او اي كارير يعني. ربنا يوفق الناس كلها يعني. عايز اقول لكم ان انا شبعت، ودي مش اكلتي اصلا. الناس اللي متابعيني دي مش اكلتي خالص، بس عشان انا تعبان فعلا. حبيت بس اطلع معاكم، اكل معاكم وتشاركوني اللقمه، وقلت فرصه البيت هادي اقعد معاكم كويس واتكلم معاكم. لقيت المثل ده كمان بصراحه عجبني، فحبيت ان انا اشارككم المعلومه. انا بشكر كل الناس اللي بتتابعنا، حتى اللي مش عاملين اشتراك في القناه، سواء من جوه مصر او من بره مصر. بشكركم جدا. عيلتنا الحمد لله واحده واحده بتكبر اهيت، وانا سعيد بالموضوع دوت، سعيد جدا. ما كنتش اتخيل ان احنا ممكن نكبر كده او بالصوره دي في الوقت ده يعني. بشكر كل الناس. يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم، يا رب يعجبكم الفيديو. انا طالع لوحدي النهارده، ما اعرفش هيعجبكم ولا لا، بس انا حبيت اقعد اتكلم معاكم بصراحه. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. بشكركم جدا، ويا رب يكون الفيديو يعجبكم. سامحوني النهارده معلش انا تعبان، بس كنت حابب اتكلم معاكم وحابب اشكركم على تفاعلاتكم على القناه وعلى كومنتاتكم وعلى كل حاجه بتعملوها بصراحه. مبسوط جدا ان عيلتنا بتكبر شويه بشويه. بشكركم جدا. تصبحوا على خير.